اصبروا معانا شويه يا جماعه، ادونا بس فرصه موزع. فرصه موزع. الزول ده كان قافل بيبله في ثلاثه، انا اديكم كسره نغير لكم الجو شويه، وزميله شايف في كرته، اتفتحت البوهيه زميله ما طار بالشايب ده، انتهى الثاني بتاعه ده، وهو بلا في كرته عمك ده عايل قص عليه هناي، خلاص ما موضوع زمن يعني. السيق دي ما كده. فاصبروا مع الجيش شويه، اصبروا على شح الماء، على شح الغذاء، على شح الكهرباء، على شح كده. الجيش مهموم بالكلام ده وشغال لكم، لكن لانه المساله مساله عملياتيه بحته يعني. وبعدين الناس برضو بيستعجلوا النصر يا جماعه. يعني الرئيس ده لما نتكلم معاكم وقال لكم بنشتغل براس الابره قبل ايام من الاحداث ده، كان بيهيئ فيكم، لانه يا جماعه تكتيكات الجيش كده. الجيش اهم حاجه عنده الصبر، نحن ما بنشتغل ونخلي ظهرنا كاشف. انا ما بجي اشتغل في نص خرطوم ولسه في حاجات وراي عشان تجي من ظهري من ورا. انا بسدد بلغتكم انتوا، سددوا وغاربوا. انا بشتغل بمشي قدام، بخندق، بسوي، بمشي. لما ننتهي اما نجي في النص ده اي حته انا مشيت ظهري تاني ما فيه شيء، ظهري ما فيه شيء. والشغل ده بالراحه يا جماعه، بيشتغلوا بالراحه، انه صعبوا حرب المدن. الرئيس قال لكم الكلام ده، انا ما بيكلفني انا اضرب الناس ديل. ارخص نفسي سودانيه بكم؟ لا والله 8 مليار عندنا ما بتساوي نفس سودانيه نضربها نحن بطياره ولا ببيت، ولا منشأة ولا عقار ندمره نحن. وإن كان أي عقار لو ضربوا الجماعة ديل بينعوضون إن شاء الله من أموال دقلو دي، أموال دقلو الملايين القاعدة هنا والقاعدة في الخليج والقاعدة في سويسرا، حساباتهم معروفة بالقانون الدولي، تصادر ويجوا يعمروا بها السودان ده بيتعوضوا. فما تشيلوا هم بيوتكم اللي اتكسرت ولا تشيلوا هم كده. الجيش بيشتغل بتكتيك معين، داير صبر شويه، وبيجي الناس دي نحن كل يوم مضيقين عليهم الخناق لحد ما يقعوا البحر ده. طبعا ما بعوموا يعني، نعمل شنو في النهايه؟ حيضطروا ما كمان نخليهم يغرقوا لسان لمساعد. الحاجه الثانيه دايرينها من المواطنين يا جماعه، حمايه ممتلكاتكم. حمايه ممتلكاتكم يا جماعه. في 8000 ديل من سوبا بس ومن الهدى وكده، في قريب 10000 مجرم ديل لافين في الشارع. مجرمين ديل بينهموا المحلات، حيودوها وين؟ يعني لما نشيلوا ثلاجات وتلفزيونات وبتاع حيبيعها وين؟ هو حيخزنها وين؟ انت يا اخي احموا ممتلكاتكم دي، كونوا لجانكم في الاحياء. النيجرز ديل ما مسلحين يعني. لو لقوا شباب سايسين ناس بري في المقابر، شباب دارين يدفنوا لهم جنازه، النيجرز ديل خامين الحاجات، شباب ديل طردون وقفون واستلموا الحاجات دي. يعني هي الحاجه دي ما صعبه، انت اصير القوه في محلك بس. الناس بتاعين الحله وشباب الحله يتلموا، يتسلح بعكاز، يتسلح بساطور، جاي يكون عليهم بيجروا. ما هو حرامي، الحرامي بركيز. احموا ممتلكاتكم دي يا جماعه يعني. ان شاء الله ما في اي مشكله. الليله طلع بيان من القياده العامه ورى حقيقه المتخطط. يعني انتوا لو بتتذكروا زمان وجه صاموله قال الدعم السريع جاء في سونا، وقال الدعم السريع قدم واجبات جليله، الدعم السريع وقف مع الدوله، الدعم السريع عمل شكروا زين. بعد شويه جاء ياسر عرمان قال الدعم السريع يعني قوه تمام، ولازم هو حيكون نواه الجيش القومي. الكلام اللي قالوا الثاني ذاك بتاع طوبه انه قوه شعبيه، ثوره شعبيه، ويجي الجيش وكده، قالوا ياسر عرمان. وقالوا برضو خالد سلك يعني قال ازاي قلت لكم الدعم ده شويه وبتفرتق ده كله ليه؟ بيهيئوا في الناس انه الدعم السريع هو حيكون الجيش لما نستلم، بعد ذاك يتفرتق الجيش الموجود ده والدعم ده يبقى النواه. طبعا المخطط انه الكفر شنو ده كله شغل طبعا اشتغلوا له الخواجات. الكلام ده قالوا لكم السيد النائب عبد المحمود لما رفع يده منه طبعا بعد قنعه يعني لكن انه استلم هو ويقول لا نحن سيطرنا على انقلاب كيزاني غايد وبرهان وكباشي وهناي ونحن كده، وطلعوه كبطل، وتطلع المتمردين الابواق من الدعامه، ما في حاجه ثانيه اسمها قحط، من الدعامه في هناي يقول والله حميتي انقذ البلد من انقلاب الكيزان وكده.